بيقولوا إن اليوتيوب ممكن يغير حياتك، يخليك مشهور، يخليك تسيب الشغل اللي بتكرهه. بس محدش بيقولك الحقيقة، إيه اللي بيحصل لما تبدأ من الصفر، لما مفيش جمهور، مفيش كاميرا احترافية، ولا حتى فكرة واضحة. بدأت الرحلة بفيديو سيء جدا، من غير سكريبت، من غير مونتاج حقيقي. كل اللي كنت عايزه إني أبدأ، أفكر أقل وأنشر أكتر. ولما الفيديو اتنشر كنت مستني ومستني ومستني، ولا مشاهدة، ولا تعليق، ولا حتى ديسلايك يشرفني. وفجأة ظهرت أول مشاهدة. قلت لنفسي أخيرا حد شاف الفيديو. بس الحقيقة الغالب إن دي كنت أنا وأنا براجع الفيديو من كاب كات. بس حتى كده حسيت إني كسبت معركة صغيرة. من هنا قررت إني مش هقف فيديو كل أسبوع مهما حصل. بس الموضوع طلع أعقد بكتير من مجرد قص ولزق ومزيكا. المونتاج بياكل الوقت، الثامبنيل كابوس، والفيديوهات بتاخد ساعات وساعات علشان تطلع حتى مقبولة. وأنا كنت بشتغل لوحدي، أتعلم كل حاجة من الصفر. بس أول تعليق، حتى لو كان نايس فيديو، خلاني أحس إني مش بكلم نفسي، إن في حد هناك بيشوف، بيسمع، بيتفاعل. في الأسبوع الثالث كل حاجة بقت تقيلة. الإرهاق، قلة المشاهدات، والأسوأ المقارنة. ليه أنا مش زيهم؟ ليه مش بتزيد؟ بعمل حاجة غلط. بس الحقيقة مفيش وصفة سحرية، كل قناة مختلفة، وكل نجاح له طريقته. وفجأة فيديو منهم بدأ يتحرك، مش ترند ولا حاجة، بس أكتر من العادي. والمفاجأة بدأت أفهم أنا بحب أعمل إيه، مش بس إيه اللي بيجيب مشاهدات. آخر أسبوع كان الأصعب. كنت مرهق جسديا ونفسيا، بس كنت فخور إني مكمل، فخور إني ما خدتش خطوة ورجعت. لأني عارف إن الناس اللي بتكمل هي اللي بتكسب، مش الأحسن بس اللي ما بيستسلموش. بعد 30 يوما دي كانت النتيجة: 6 فيديوهات و6400 مشاهدة، و128 ساعة مشاهدة، و228 مشتركة. هل غيرت حياتي؟ لسه. بس هل بدأت الرحلة؟ أيوة، وبكل فخر. لو بتفكر تبدأ قناة، ابدأ، من غير مثالية، من غير تأجيل. الخطوة الأولى هي الأصعب، بس هي كمان أهم خطوة. وأنا مستني أسمع حكايتك.